مع مستر هشام في فيديو جديد. ان شاء الله النهارده هنتكلم برضه على منهج الصف الثاني الاعدادي والوحده الثالثه. طبعا خدنا الوحده الاولى والثانيه وان شاء الله يكون عجبكم. النهارده مع الوحده الثالثه. الوحده الثالثه عنوانها at the weekend. at the weekend في نهايه الاسبوع. at the weekend في نهايه الاسبوع. طبعا انتوا عارفين الوحده بنتكلم على الكلمات والجرامر واهم القواعد في الوحده. طبعا بنقرا بعض الكلمات وبندرس الجرامر زي العاده كل مره، وان شاء الله يعجبكم الفيديو ويتم المشاركه عليه مع بعض. جيرني. جيرني يعني رحله طويله. جيرني. بيكنيك. بيكنيك يعني نزهه. ريلاتيفز. ريلاتيفز اقارب. انشانت. انشانت يعني قديم، وقلنا سي اي اي ال تي بنطقها شن. انشانت. do activities. do activities يقوم بالأنشطة. excited. excited يعني مثار أو منفعل، ولها قاعدة معينة لما الفعل ينتهي بإيدي وهنتكلم عليها دلوقتي. بلان. بلان يعني خطة. going to. going to يعني سوف. what time ما الوقت. what time بتساوي when يعني متى. what time يعني ما الوقت. work on a project يعمل في مشروع. work on a project يعمل في مشروع. decide. decide بيجي بعدها to. decide to يقرر أن. go on a journey. go on a journey يعني يذهب في رحلة طويلة. have a picnic. have a picnic يعني يؤدي نزهة. do a project. do a project يقوم بمشروع. party. بارتي. لاحظتوا معايا دي بننطقها دي، ما نقولش بارتي، نقول باردي يعني حفله. enjoy your weekend. enjoy your weekend يعني تمتع بنهايه الاسبوع. how often. how often كم مره. ممكن ننطقها how often او how often الاثنين صح. usually. usually عاده من الكلمات اللي بتيجي مع المضارع البسيط. natural. natural طبيعي. because. because معناها لأن، بيجي بعدها جملة كاملة وبيجي بعدها سبب. يقول لك why are you late ليه متأخر؟ يقول لك because the bus مثلا broke down الأتوبيس اتعطل، يبقى جبنا هنا بعد because جملة وسبب. visitors الأو ار اس انتهى visitors زائرين. look after. look after يعتني بيه. إن شاء الله كده انتهينا من الكلمات الوحدة الثالثة، والآن مع القواعد. طبعا في قاعدة اسمها excited يعني مثار أو منفعل، و exciting. excited آخرها ed. exciting آخرها ing. الصفة إذا انتهت بed تعود على عاقل، لكن ing تعود على غير عاقل. أمثلة: excited مثار أو منفعل آخرها ed. exciting برضه مثار أو منفعل. I am very excited about next weekend. I am يبقى excited هنا عادت على I am أنا أكون، يبقى هنا ED عادت على إنسان عاقل. Next Friday الجمعة القادمة is going to be an exciting day. exciting هنا عايدة على يوم الايه؟ الجمعة، والجمعة غير عاقل، يبقى الاي ان جي تعود على غير عاقل، لكن الاي دي تعود على انسان عاقل. بعد كده يا جماعة ندرس قاعدة هوب. هوب يأتي بعدها مفعول. هوب يو. هوب مي. مثال: هوب يعني ياما أتمنى بلس اوبجكت بلس فيرب، يعني هوب مفعول فعل في المصدر. I hope you come first. أنا أتمنى إنك تطلع الأول، يبقى هنا بعد hope جبنا يو، ويو هنا إيه؟ مفعول. بعد كده جبنا الفعل في المصدر come، بعد كده first. I hope you come first، يبقى hope مفعول الفعل في المصدر. بعد كده نتكلم على قاعدة going to مستقبل. يعني إيه going to؟ معناها سوف. بيأتي معاها am وإز وآر going to. لما أقول I am going to study أنا نويت إن أذاكر أو أنا سوف يذاكر، يبقى going to بتعبر عن نية،
بتعبر عن تخطيط عن شيء، يبقى نية وتخطيط going to. مثال بي يعني هنا ايه؟ يعني am وis وare. am is are going to والفعل في المصدر. where going to stay with relatives. احنا هنقعد، سوف نقعد مع مين؟ مع اقاربنا. يبقى هنا تخطيط. عاوز انفي I am not going to school today. انا مش رايح المدرسه النهارده، يبقى انا خططت ما اروحش المدرسه النهارده. عاوزين نخليها سؤال، يبقى is او is are وام subject، بعد كده going to الفعل في المصدر. واحنا قلنا is وار معناهم هل، بنجاوب عليهم بيس او نو. كده انتهينا من ام واز وار going to الفعل في المصدر. بعد كده المستقبل القريب. المستقبل القريب قلنا ام از ار going to الفعل في المصدر. بعد كده المستقبل البسيط. المستقبل البسيط يتكون من will والفعل في المصدر. طبعا الازمنه دي شرحتها بالتفصيل في فيديوهات قبل كده، مضارع بسيط، ماضي بسيط، كل الازمنه. فالمستقبل البسيط will والفعل في المصدر يعبر عن شيء سوف يحدث في المستقبل. قلنا وجبنا will في اول الكلام معناه هل، بنجاوب عليها بيس او نو. يبقى المستقبل البسيط will بلس infinitive، will والفعل في المصدر. مثال I will study tomorrow. I will أنا سوف، وبعد سوف جبت الفعل في المصدر. Next week الأسبوع القادم we will go to أسوان. يبقى الأسبوع الجاي هنروح أسوان. يبقى هنا tomorrow من الكلمات الدالة عن مستقبل بسيط، ونيكست ويك المستقبل بسيط. قلنا قبل كده المستقبل بسيط بيعبر عن وعد، بيعبر عن تهديد، بيعبر عن تخطيط، بيعبر عن ترتيب، بيعبر عن اشياء كتيره، وقلت كله ده موجود في الفيديوهات اللي قبل كده. بعد كده الزمن ده قلنا المستقبل بسيط، والنهارده نتكلم عن المضارع البسيط برضه. المضارع البسيط بيتكون من ايه؟ من التصريف الاول للفعل، ومعروف مع المفرد مع الهي او الشي او الات بنضيف للفعل اس او اي اس او اي اس. بعد كده مع الجمع ما نضيفش اي حاجه. اما نيجي نسال في المضارع البسيط بنسال بايه؟ بدو وداز، معناهم هل. طبعا معناهم هل بجاوب عليهم بيس او نو. دو او داز سبجكت يعني الفاعل، طبعا دو بتيجي مع الجمع مع الاي وي زي يو، داز مع الهي والشي والات والفعل. طبعا دو داز معناهم هل بجاوب عليهم بيس او نو. طبعا المضارع البسيط قلنا بيعبر عن عاده، ويعبر عن حقيقه، ويعبر عن روتين يومي. كل الحاجات دي درسناها في فيديو قبل كده، فان شاء الله لو شفت فيديوهات هتعرفوا يعني ايه مضارع بسيط، يعني ايه مستقبل بسيط، يعني ايه ماضي بسيط. هنا اخر جزء how often. how often كم مره، how often كم عدد المرات. مثال how often do you go to school. كم مره بتروح المدرسه؟ اقول لك 5 times 5 مرات، 5 مرات. وكده انتهينا من الوحده الاولى at the weekend باهم الكلمات اللي فيها، بزمن المضارع البسيط، بزمن المستقبل البسيط او المستقبل القريب. وطبعا الازمنه قلنا تم شرحها في الفيديوهات السابقه. ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو، وباذن الله يتم المشاركه عليه. See you soon with Mr. هشام. Goodbye.